البداية أن أحيي الشعب المغربي للوقفات السلمية والحضارية التي قام بها في مجموع مناطق المغرب وخارج المغرب في مجموعة من العواصم العالمية، وأكدت فعلا للعالم ولمن هو في حاجة إلى التأكيد على أن المغاربة شعب يعرف كيف يطلب مطالبه وبالطرق التي يطلب هذه المطالب المشروعة، رغم تحالف الطبيعة والإنسان، وهنا أقصد مخزن بالدرجة الأولى، التي حاولت أن تعيق إنجاح هذه الخطوة الأولى نحو التحرير ونحو الديمقراطية وبلد يتسع للجميع. رغم كل ذلك خرجت الآلاف من المغاربة في أول خطوة كما قلت، وكانت الرسالة قوية، كانت الرسالة معبرة، وكانت الرسالة واضحة. المشكل هو هل وصلت الرسالة إلى من يهمهم الأمر؟ الخطاب الذي ألقاه الملك اليوم يظهر للأسف على أنه لم تستوعب بعد الرسالة التي وجهها شباب وشيوخ ونساء وأطفال المغرب للنظام السياسي، لأن الخطاب في فقراته يظهر وكأنه تجاهل تماما ما حدث في 20 فبراير، وأعاد علينا ذاك الشريط المشروخ الذي كنا نسمعه منذ عقود، وكأن شيئا لم يحدث. وشخصيا أعتقد بأن الخطاب كتب قبل 20 فبراير، كانوا يعتقدون بأن لا شيء سيقع، وهذه مصيبة أيضا. فلاحظوا معي كلمات الملك، فمثلا قال بأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتمنينا أن يفهم النظام ماذا يعني بمصلحة الشعب فوق كل اعتبار، لأن المغاربة عبروا عنها هذه المصلحة، وهي أنهم يريدون نظاما ديمقراطيا ينتخبه المغاربة بشكل شفاف ونزيه لكي يستطيعوا محاسبته عن كل صغيرة وكبيرة. والحال أن الذين فعلا يسيطرون ويحكمون منزهون باسم القانون، باسم قدسية الملكية. بالتالي يعني كلام فارغ من محتواه. المصيبة هو أن مناسبة الخطاب هو تعيين مجلس آخر سيزيد من نفقاته ومن ميزانيته مزيدا من أكل أموال المغاربة بمجالس لا تصلح، مجالس ديكور فارغة. كم من مجلس عندنا؟ ماذا تغير؟ ها مجلس حقوق الإنسان، ها مجالس المظالم، ها مجالس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ها مؤسسة الحسن الثاني، فما دور أنا أتساءل ما دور الوزارات؟ ما دور الوزارات؟ إذا كان فعلا ستكون عندنا حكومتين، ما دور الوزارات؟ وزارة الاقتصاد، وزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. إذا كنا غادي نديروا مجلس آخر، الناس تطالب بالاقتصاد في الميزانية ديال المغرب، في اقتصاد، في النفقات، في ترشيدها، والذي نجده أنه التمادي في كل هذا.
أعتقد بأن خطاب المغاربة كان واضحا، وهو أنهم كان شعارين. في التظاهرات كان هناك شعارين: الشعب يريد إسقاط الفساد، والشعب يريد إسقاط النظام. وعلى النظام المغربي أن يختار ما بين الشعارين، والأفضل له ولمستقبله السياسي. وحتى لا نخفي الشمس بالغربال، دعونا نتحدث بصراحة. الفساد الفساد لم يأتينا من السماء، أو لم يأتي من مكان آخر. الفساد هو بالضبط المشكل العويص للمغرب، وهو فساد المؤسسات بالدرجة الأولى قبل أن يكون فسادا صغيرا. هو فساد مؤسسات، والمسؤول الأول والأخير هي المؤسسة الملكية. ليس أنا من يقول هذا، وإنما بمقتضى الدستور المغربي الذي يجعل كل السلطات عند الملك. فلاحظوا معي، هل فعلا المؤسسة تريد محاربة الفساد وتريد مغرب المواطنة والكرامة؟ هل فعلا ستقدم على تعيين وزير أول كان مكانه أن يكون في السجن نصاب، نصب على 30,000 عائلة، ورغم ذلك تم ترقيته إلى وزير أول؟ من رقاه ومن عينه؟ المؤسسة الملكية. لذلك المغاربة فهموا وفطنوا على أن إخراجنا من الأزمة هي في المؤسسة الملكية، عليها أن تأخذ مكانها الطبيعي إذا أرادت فعلا الاستمرارية. لأنه إذا وجهت مطالب المغاربة مثل ما شاهدناه في الخطاب، إذا وجهت باللامبالاة، فأكيد أن تصعيد الخطاب سيرتفع. لن يطالب فقط المغاربة بإسقاط الفساد، وإنما بإسقاط النظام. وهذا درس وخطاب يجب أن يفهموه جيدا. لكن أعتقد بأن لا حياة لمن ننادي، وأن النظام وكل الذين يسيرون في فلكه عمي بكم وهم لا يعقلون. لذلك على الشعب المغربي أن لا يعول على أحد، لا عليه أن لا يعول على منة من أحد. ما خصناش نتسناو البركات والصدقات من النظام. الحق ينتزع ولا يعطى. يجب أن نستمر في التظاهرات، يجب أن نستمر في النزول إلى الشارع، وأن لا نعطي الفرصة لأجهزة المخزن لتتنفس ولا تأخذ متنفس ولتعيد تركيب أوراقها وترتيبها. يجب أن تستمر المظاهرات بشكل قوي، حتى يفهم فعلا بأن المغاربة مصرون على أخذ مطالبهم والمرور إلى مجتمع الكرامة وحقوق الإنسان، وليس كما يقول أو كما قال في خطابه: نريد مواطنة، نريد تمكين المغاربة من مواطنة كريمة. أي مواطنة كريمة؟ ونحن نسمى رعاية، مجرد رعاية، قطيع رعاية. ما علينا إلا تقبل ما قاله صاحب الجلالة، الركوع لصاحب الجلالة، لا نناقش مخططات وما يقدم عليه صاحب الجلالة. علينا أولا أن نطالب بالحساب: من أين لك هذا؟ وخصنا نبداو من المؤسسة الملكية. كيف أن هذه المؤسسة يعني يعني كان المؤسسة الملكية يعني الميزانية ديالها وكل الأموال التي تخصص من أجل الملك لا تناقش، والثروة الملكية لا أحد يناقشها. تضاعفت 3 مرات في ظرف 10 سنوات، ولا دابا في 2 مليار وزيادة ديال الدولار، في حين أن الشعب يموت قهرا، يموت جوعا ويموت بردا. هذا لا يعقل. أيها الشعب الكريم،
الشعب العظيم كما دائما كنت. عليك بالنضال، النضال النضال، ولا خيار آخر.